بعد أن تحققت مطالبهم بتغيير صيغة العقود لضمان مستقبلهم الوظيفي. معنا من محافظة بورسعيد الصحفي أحمد الجمال. أحمد، ما أهم ما جاء في مؤتمر حزب الوسط أيضا؟ نعم ضحى، في مؤتمر جماهيري عقده حزب الوسط على شاطئ بورسعيد مساء أمس الجمعة، أعلن الدكتور حسين زايد الأمين العام المساعد للحزب عن تأييده وتأييد حزبه ودعمه الكامل للرئيس محمد مرسي، وذلك لأنه الرئيس المنتخب من قبل الشعب المصري. وقال أيضا الدكتور حسين زايد أنه وصل إلى سدة الحكم بإرادة شعبية عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، في الوقت الذي أكد فيه تضامنه مع الرأي المطالب بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين وضرورة فصلها تماما عن مؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أن الحزب سينافس الحرية والعدالة بشكل شرعي وقانوني للوصول إلى حكم البلاد. ودعا أيضا حزب الوسط جميع المواطنين ببورسعيد للوقوف صفا واحدا في حملة اضغط الذي يدشنها الحزب اليوم ضد الإهمال والتقصير الذي طال جميع مناحي الحياة في بورسعيد. وقال الدكتور رشيد عوض عضو الهيئة العليا للحزب أن مبادرة اضغط تهدف إلى الضغط على المسؤولين للقيام بواجباتهم لتحقيق أفضل معدلات الأداء الحكومي وتمكين مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها الرقابي على الجهاز الإداري بالدولة ومشاركة أهالي بورسعيد بشكل إيجابي. وقال أن من بين وسائل الضغط على المسؤولين تشكيل لجنة تضم مندوبين على كل منطقة سكنية تقوم بالإشراف على الحملة وتتابع المشاكل اليومية التي تمس حياة المواطنين. أحمد، دعنا سريعا نتطرق إلى كيف تم فض اعتصام عمال شركة بترومنت وكيف تحققت مطالب العمال. نعم بالفعل ضحى، أنهى عمال شركة العمالة بترومنت داخل شركة بتروبيل بحقل بور فؤاد اعتصامهم بشكل نهائي مساء أمس بعدما تحققت مطالبهم بتغيير صيغة العقود لضمان مستقبلهم الوظيفي. وقال الدكتور محمد الصادق رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى ونائب الحرية والعدالة ببورسعيد أنه عرض مطالب العمال على وزير البترول، ووافق الوزير على تعديل جميع عقود العاملين والفنيين بالشركة بما يحقق لهم العديد من الامتيازات والمكاسب من حيث التدرج وضمان الاستقرار الوظيفي. وكان أكثر من 200 عامل وفني بحقل بورسعيد وحقول أخرى للشركة قد أعلنوا اعتصامهم الذي استمر لمدة 15 يوما للمطالبة بالاستقرار الوظيفي والتثبيت على قوة الشركة. نعم، الصحفي أحمد الجمال، أشكرك جزيل الشكر.